ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما ينفعش يعدي رمضان من غير كنافة بالمكسرات. وعلشان تعملي صينية كنافة تكون طعمها حلو وتقطعيها تكون القطعة متماسكة كده، وكمان المكسرات فيها متماسكة ومش بتتفرفت منك، وتطلع مظبوطة معاكي بالملي، طعمها حلو وكمان السيرب بتاعها مظبوط. ولو بتحبيها طرية هقولك تعمليها ازاي، وكمان لو بتحبيها تكون مقرمشة وناشفة هقولك تعمليها ازاي. شايفين بقى قد ايه اللذاذة والجمال؟ تسوية مظبوطة وسيرب مظبوط وكمان مقاديرها مظبوطة وطريقتها سهلة جدا، لكن شوية تريكات بسيطة. تعالوا نشوف الفيديو. أول حاجة علشان نعمل الكنافة لازم نجهز السيرب علشان بنعمله ولازم نبرده. معايا كوبايتين من السكر. يفضل ان هو يكون سكر ابيض علشان ما يغمقش معاكي السيرب، لكن لو مفيش مشكلة. بعد كده هضيف عليه مع كوباية ونص من المية، وانا بضيف هنا مية سخنة علشان تدوب معايا السكر بسرعة. بضيف كمان معلقة من عسل الجلوكوز، وده بيبقى موجود عند الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلواني، ويعني ده بيعادل الطعم وكمان ما بيخليش الطعم جازع قوي او مسكرة قوي، وبيقلل من ان نسبة ان السيرب بتاعك يسكر. معايا عصرة ليمون. برفع الكلام ده كله على النار، بقلبهم الاول لغاية لما يدوبوا وبرفعهم على النار. من بداية الغليان بنبتدي نحسب بالظبط 5 دقايق ل7 دقايق بالكتير. لما بيظهر معانا ريم كده على الوش مع الفقاعات دي بنبتدي نشيل الريم ده كده ونستبعده، علشان عايزين السيرب بتاعنا يكون كلير وصافي وكمان ما يسكرش مننا. بيبتدي يغلي كده بالشكل ده، بحسب 5 دقايق ل7 دقايق بالظبط. وبعد كده ببتدي اطفي عليه وبحط النكهة اللي بحبها. ممكن انا طبعا النكهة المفضلة بالنسبة لي هو الفانيليا ومش بغيرها. الحاجات الجديدة بقى القصنص الحليب وقصنص السمنة البلدي انا مبستخدمش اي حاجة خالص من دي. بسيبه بقى على جنب يبرد تماما. وتعالوا نشوف الكنافة. معايا نص كيلو من الكنافة، ودي كنافة شعر اللي هي بتكون الشعيرات بتاعتها بتكون ناعمة. بكون جايباها حطاها في الفريزر وبطلعها وهي مجمدة. ببتدي افتفتها كده بالشكل ده علشان بتكون سهلة معايا اكتر وهي مجمدة. بشوف كده لو فيها اي تكتلات بسيطة، لو ضغطت عليها وابتدت تفك يبقى كده تمام، لكن لو لقيتها جامدة زي ما هي ببتدي استبعدها. معايا معلقتين كبار من السكر، حوالي سكر البودر حوالي 50 جرام. وده مهم جدا علشان ده اللي بيدينا التحميرة واللون الحلو للكنافة. بقلب كده الكنافة مع السكر البودر زي ما احنا شايفين كده، ولو قابلتني اي تكتلات بتأكد، لو بتتفتفت يبقى اوكي، لو بلاقيها جامدة كده ببتدي استبعدها من الكنافة. بعد كده بيكون معايا صينية مقاس 28، وبدهنها كده بمعلقة من السمنة واسيبها تجمد، مش عايزة السمنة تكون سايحة فيها. وبوزع الكنافة بالشكل ده. انا مش بخلط السمنة على الكنافة كده، توزيعها بيكون اسهل وافضل طبعا. وكمان لو اتبقى منك اي حاجة بتقدري ان انت تحتفظي بيها عادي في الفريزر، مفيش مشكلة لو عملتي في صينية اصغر او كده. وكمان لما بنيجي بنوزع بتكون سهلة كده ومفرفتة معاكي، وما بتضطريش ان انت تفكي التكتلات مطرح السمنة. بضغط عليها كده بايديا وبساوي، وبشوف اي جزء يكون مش متساوي بحاول ان انا اظبط الصينية كلها. بعد كده بجيب كيس تلاجة كده مفتوح وببتدي اجيب صينية اصغر واضغط على صينية الكنافة بالشكل ده. محتاجة ان انا اكبس كويس جدا صينية الكنافة علشان كمان لما نيجي نقطعها تتقطع القطع بتاعتها تكون متماسكة وما تبقاش متفرفتة منك. بنبتدي نكبس كده ونضغط بايدينا، ولو مستوى الترابيزة او الرخامة اللي انت بتضغطي عليها اقل من مستوى ايدك ده طبعا بيكون احسن، تقدري تتحكمي فيها اكتر. تعالوا بقى الحشوة. انا هحشي هنا الحشوة الاساسية بتاعت كل البيوت المصرية البسيطة جدا، اللي هي عبارة عن سوداني مجروش وجوز هند. تقدروا طبعا تضيفوا اي نوع مكسرات انتوا حابينه. تقدري تضيفي زبيب، انا ما بفضلش طبعا يعني، لكن لو حابه ما فيش مشكله. لكن هنا انا الاضافه بتاعتي اللي هي الستاندر خالص بتاعتنا كلنا بتاعت زمان. بضيف على الحشوه معلقه من عسل الجلوكوز علشان اسفه معلقه من عسل الكنافه علشان تبتدي تمسك المكسرات كده في بعض، ولما نيجي نقطعها ما تتفرفتش مننا.
بعد كده بضيف معايا سمنة، ويفضل طبعا في الحلويات الشرقية زي ما قلت لكم كتير قبل كده ان احنا نستخدم سمنة بلدي، ده اللي بيدي طعم احلى واحلى. لكن لو مش موجودة استخدمي السمنة المتاحة عندك. بحط بقى المكسرات كده بالشكل ده وببتدي اضغط عليها كده بالمعلقة. كمية السمنة اللي انا هستخدمها هنا كلها حوالي كوباية من السمنة السايحة، اللي انا حطيت فيها طبعا دهنت الصينية ودهنت الجزء الاولاني، وهنبتدي نحط الباقي على وش الكنافة. باخد بقى الجزء التاني من الكنافة، انا كنت قسمت الكنافة نصين، النص حطيته في الصينية من تحت وحطينا الحشوة، وهنبتدي نحط النص التاني من الكنافة. وبرضو لو قابلتني اي حاجة متكتلة ببتدي استبعدها. بوزع كويس جدا الكنافة عشان مش عايزة الحشوة تكون باينة في اي جزء علشان ما تتحرقش في الفرن. موضوع سهل جدا وبسيط، لكن هي مجرد تريكات بسيطة، وتظبطي السيرب بتاعك، تظبطي التسوية. خطوة السكر البودر دي مهمة جدا ان انتي تعمليها. وبرضو بجيب الكيس تاني وبرجع اكبس تاني صينية الكنافة. لو انتي عندك مشكلة في ايديكي او صعب ان انتي تعمليها كده، تقدري ان انتي تحطي الصينية دي وتبتدي تحطي عليها اي تقل، مثلا كيلو سكر، كيلو رز، برطمان كبير مثلا مليان مية، وتبتدي تسيبيها كده ساعتين تلاتة لغاية لما تتضغط معاكي كويس. او ممكن كمان لو انتي بتحضريها لعزومة، تقدري تسيبيها كده من بالليل للصبح وانتي ضغطة عليها، والصبح تقومي تسويها، هتلاقيها معاكي ممتازة جدا. بعد كده بقى بضيف باقي السمنة اللي عندنا، اللي احنا قلنا كوباية من السمنة، ببتدي اوزعها كده على وش الكنافة. بكون طبعا مشغلة الفرن بتاعتي على درجة حرارة 170 لغاية لما الكنافة بتاعتنا تاخد لون ذهبي. كده كانت صينية الكنافة بتاعتنا خلصت، نبتدي نحطها في الفرن وتطلع معانا بالشكل ده. انا هنا قلبتها لان الكنافة مش بتتقدم على الوش، بتتقدم على الظهر بتاعها، بيكون متماسك كده ومتساوي وشكله حلو. بديها بقى بسقيها كده بالسيرب التقيل البارد. مهم جدا ان السيرب يكون بارد. في حاجتين بقى، لو انت حابة ان الكنافة بتاعتك تطلع كده مقرمشة، ودي طبعا اذواق، بتبتدي تسقيها بالسيرب التقيل البارد وبتسيبيها كده زي ما هي مكشوفة على جنب وكده، خلاص بقت تمام. لو حابة ان هي تطلع طرية شوية، بتبتدي عندك اختيارين، يا اما ان انت تسقيها سيرب تقيل بارد وتبتدي تغطيها بصينية شوية صغيرين، هتبتدي تطرى معاكي، او انك تخلي السيرب مش بارد قوي، يبقى دافي سنة بسيطة، ودي هتديكي برضو طراوة. لكن انا بفضل ان السيرب يكون تقيل بارد ونغطي الصينية بتاعتنا شوية، ده لو انتوا حابينها طرية. او لو طبعا عندنا حد يعني من الكبار عندنا في البيت بيحبوها طرية، وكمان عندنا في أطفال بيحبوها طرية مش ناشفة. لكن لو انتي بتحبيها اللي هي تطلع كده كراسبي ومقرمشة معاكي، بتسقيها بالسيرب التقيل البارد وبتسيبيها مكشوفة عادي جدا. شايفين بقى اللون واللذاذة والتحميرة قد ايه متماسكة؟ انا كده هنا كمان قطعتها وهي دافية، عشان كده تلاقيها كده في نعكشة شوية. لكن المفروض ان احنا نسيبها كده ساعتين تلاتة تبرد كده براحتها خالص، هتبتدي تطلع معاكي قطع متماسكة جدا جدا. طبعا تقدروا تحشوا في الحشوة دي المكسرات اللي انتوا عايزينها، بندق، عين جمل، لوز، فستق، زي ما تحبوا. لكن انا عملت الوصفة البسيطة المصرية اللي كلنا بنعملها في بيوتنا وكلنا اتربينا عليها، وبتبقى في منتهى اللذاذة. صينية كنافة مش هتكلفك كتير، لكن لو اشتريتيها من بره هتكلفك كتير جدا. هتعمليها في البيت بمنتهى البساطة والسهولة، بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة. قدمت معاكم وصفات كتير هنا للحلويات الشرقية، كنافة وبسبوسة وبقلاوة وصوابع زينب، وكمان صوابع الهانم، كلها هتلاقوها موجودة عندكم هنا على القناة. أتمنى كل الوصفات اللي أنا بقدمها تكون بتعجبكم. بصوا بقى قد ايه الكنافة متماسكة. كمان المكسرات مش بتقع منها لأن احنا حطينا عليها شوية من عسل الكنافة. وصفة سهلة ولذيذة وبسيطة، أتمنى انتوا تجربوها، وياريت تعملوا لايك للفيديو وشير لكل حبايبكم، واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش. ولو لسه بتتفرجوا لغاية هنا أنا بشكركم جدا، وأشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.